السلام عليكم الفنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نوجد لكم طريقه ديال القطبان كيفاش غيجيو هشاش بواحد التتبيله اللي رائعه، وغادي يجيوكم مرطبين، وما نعاودش لكم بواحد المذاق غزال بزاف، وبواحد الاسرار اللي غادي تكونوا زوينها نتوما معايا. غتشوفوا شنو الاسرار اللي غادي يزيدوا في القطبان اللي متعودين كنديروهم دائما في اللي متعودين كنديروهم من زمان، يعني الاقامه اللي كنديروا دائما. اليوم غادي نزيدوا على شي حوايج اللي باش يجيونا هشاش وزوينين. كيف ما كتشوفوا معايا 3 البصلات حمرين مفرومين مزيان، ديروهم في الهاشوار، قطعوهم مزيان بحال هكا. من الاحسن ديروا الحمراء لان حمراء صحيه، وحتى لوليداتنا مزيانه صحيه لهم القلب ديالهم، تعطيهم القوه. زوينه الحمراء. الا ما عندكمش الحمراء ديروا البيضه، ما عندكم ما غديروا. عندنا ربيع معدنوس اللي هو شي حاجه اللي هي رائعه بزاف. وعندنا هنايا الثومه، ما كناش كنديروا الثومه، ولكن دابا غادي نعودوا نديروا الثومه لانها كتعطي الاطباق شي حاجه اللي هي روعه بزاف. 3 الفصوص ديال الثومه لحم قطبان على كل واحد والجهد ديالو. عندي هنا 2 معالق ديال الزيت كيرطبوا القطبان وكيساعدوكم حتى ملي كتشويهم ما كيتحرقوش ليكم. عندنا هنا بالنسبه للتوابل، عندنا معلقه ديال الفلفل الاحمر، معلقه ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، وعندنا معلقه كبيره ديال القزبر مجفف اولا كارم. هذا القزبر ما كناش كنديروه، ولكن راه كيعطي واحد المذاق في الطياب، راه ما نعاودش لكم غزال بزاف. الملح دائما على حساب الخليط وعلى حساب كل واحد المقياس اللي كياكل ديال الملح. دائما تكون مزوده باليود باش تكون العظام ديالنا قويه. كنعطيكم افكار في الاطباق. وعندنا هنا اكليل الجبل اللي هو رائع بزاف. غادي ناخذوه وغادي نحكوه بهذه الطريقه اللي كيعطي القطبان شي حاجه اللي ما نعاودش لكم. غزاله بزاف. جربوا هذه القضيه ورجعوا عندي التعاليق وقولوا لي كي جاكم. هو ما غاديش يتحك نيت، ولكن غير شويه غير باش كنهرسو باش تخرج هذيك الريحه ديالته. دابا غادي ناخذ القطبان، بسم الله. غادي نديرو الزيت نباتيه وغادي نديرو التحميره والكمون البزار والقزبر والملح. دائما كنبغي نرجع لكم العطريه باش كنذكركم بها. بسم الله. دابا غادي نخلط الكل. هاد التخليطه اللي كنخلطوهم، ولكني الا بغيتو تستافدوا منها ويجيكم قطبان رائعين راه خصكم تخليوها واحد المده ديال الزمنيه. بحال دابا انا مثلا دابا الصباح ان شاء الله الا بقينا حيين ما غادي نشويهم حتى الليل، ولكني انا غادي نديرهم دابا التتبيله ونغطيهم ونديرهم في الثلاجه ونخليهم غيستافدوا. غتدخل لهم هاد الاقامه كامله غتدخل لهم. بالنسبه للبصله غادي تبان لكم كثيره، راه ما كثيراش لان ضروري غادي تنفضي الحيمات ملي تبداي تعمريهم في القطبان. غادي نديرها في الطبيسلات باش يدوزوا بها، وصحيه حتى للكبار والصغار لولادكم ولا حتى لينا نيت حنايا. حنا كنبقاو نفكروه كنقولوا الدراري مزيانه اليوم، ولكن شفتوا راني كنخلط مزيان باش تدخل ديك البصله ديك الاقامه ديك التتبيله الرائعه اللي حنا درنا فيهم. دخلوه فيها مزيان بحال هكا، يخلطوا مزيان نيت. ما كنديروهم، كنا كنديروا لهم غير العطريه ونخليوهم وما كيشربوش الماء الاقامه ديالهم، وكنبداو نشوفوا فيهم في البلاصه. اش من التتبيله هذيك واش من ماشي قانون هكا، يعني خص الحامله الدجاجه شي حاجه كلهم خصهم يشربوا الاقامه. كما كتشوفوا دابا درتهم بهذه الطريقه بحال هكا. ايوا غادي نغطيوهم بفيلم المونتير اولا بلاستيك غذائي صافي، ونخليهم حتى العشيه ونشويهم. هذه هي الفكره اللي كانت ديال اليوم ديال القطبان بتتبيله رائعه اللي غيجيوكم هشاش. كنتمنى من الله نال الاعجاب ديالكم. خليو لي تعاليق زوينين اللي عجبوكم، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم بحول الله.